يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعزائي المشاهدين، نحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في ثالث حلقات برنامج دقائق رمضانية. أهلا ومرحبا بكم في رابع حلقات برنامج دقائق رمضانية. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في خامس حلقات برنامج دقائق رمضانية. في سادس حلقات برنامج دقائق رمضانية. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دقائق رمضانية. في حلقة جديدة من برنامج دقائق رمضانية في موسمه الثاني. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دقائق رمضانية. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دقائق رمضانية. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دقائق رمضانية. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دقائق رمضانية. في حلقة جديدة من برنامج دقائق رمضانية. في حلقة جديدة من برنامج دقائق رمضانية. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دقائق رمضانية. في حلقة جديدة من برنامج دقائق رمضانية. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دقائق رمضانية. بال شهر الصوم يمضي مسرعا، وشهور باقي العام كم تتمهل. بيتجدد لقاؤنا اليوم مع أحد علماء الأزهر الشريف، فضيلة الشيخ هانس مقال عوض. مع أحد علماء الأزهر الشريف هو فضيلة الشيخ الدكتور أحمد النجار. فضيلة الشيخ محمد علي عبد السلام. مع فضيلة الشيخ محمد راضي القومي. فضيلة الشيخ محمد أحمد بدوي. مع فضيلة الشيخ محمد ثروت درويش. فضيلة الشيخ الداعية سعيد إسماعيل عوض. وهو فضيلة الشيخ محمد رمضان. فضيلة الشيخ السيد عبد الله سلام. الدكتور السيد شحتة. الدكتور إبراهيم بيومي. فضيلة الشيخ محمد السيد الخولي. مع أحد علماء وزارة الأوقاف فضيلة الشيخ محمد سعيد مهدي النجار. أحد علماء الأزهر الشريف الشيخ أحمد حسن عبد الدايم. أحد علماء وزارة الأوقاف فضيلة الشيخ وائل محمد سليم. مع فضيلة الشيخ محمد موسى عجيب. أهلا وسهلا بك يا بنتي، كل عام وأنتم بخير. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.